جميلة من رجل عزيز على القلب عزيز علينا جميعا، وتشريفه لنا اليوم يساب نعلم قدره مع فقر الشاعر الكبير والأديب المتميز شاعر هذه مركز التقليد وعضو نادي ثقافة سوهاج الذي يجوب البلاد شرقا وغربا بأبياته ومقاليه مع الشاعر الأستاذ رمضان عبد الله إبراهيم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم منظمون لهذا الحفل الكريم على مائدة شرف القرآن الكريم. شكرا لكل من ساهم في هذا الحفل، شكرا للشيخ الكبير الشيخ أشرف، الشيخ خالد، كل من ساهم، الشيخ شريف، كل من ساهم في هذا الحفل سيأتون يوم القيامة ومعهم هذه المسابقة نور وبرهان عند الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هناك عصافير الجنة التي لها صوت جميل ونسمعها ولها وجه جميل، فأنتم الآن عصافير الغنة. لم توجد الغنة إلا في القرآن الكريم وإلا في اللغة العربية، فشرف لكم وأقترح أن تسمى المسابقة بمسابقة عصافير الغنة، لأن الغنة لا توجد إلا في القرآن. حينما نقول مسابقة عصافير الغنة، الصوت رخيم وندي، سلسال عذب ونقي، وحروف مبهرة ريق للضامن في قيض نري، والمعنى يسحب ألسنة لتوحد يسلم جني، والكافر يشهد بعلو ما مس تلاوته عي، ما مثل فصاحته شعر، ما مثل فصاحته شعر، حاشا يبدعه المعني، أحسنت الوصف فآيته نور إعجاز لغوي، جبريل يعلمه حرفا، اقرأ رتل أنت نبي، طوبى لواعي آيات حدق هذا الوجه بهي، شمس تلاوته تغمره، شمس تلاوته تغمرهم، أبشر أبشر أنت رضي، رتل جو جدد روحا، إشراق فيك سماوي، ما أجملكم من أطيار، ما أجملكم من أطيار تصلح، فالقرآن ندي، جئناكم ننفح أفئدة، جئناكم ننفح أفئدة كي يفرح قلب أبوي، كي يفرح قلب أبوي، يا عصفور الغنة رتل جمل فالترتيل شهي، يا عصفور الغنة رتل جمل فالترتيل شهي. كل عام أنتم حافظون للقرآن الكريم ومنظمون لهذه المسابقة الرائعة. شكرا لكم والسلام عليكم.